يا جماعه انا هموت خلاص اهو. انا رفرف، انا فرفرت، انا رحت عايده على بنت اختي يا جماعه. تعالي رولو معايا يطلعي في الفيديو. طبعا انت حاطه الكوتش هناك عشان اصور بالكوتش. شيلي معايا شيلي معايا، حط انا اهو. انت اصلا بصوا يا جماعه انا رحت عايده على لبنى بنت اختي. هوريكم مطلعه لي ايه دلوقتي. تعالي يا رولو. انا ورولو حبيبتي. قمر يا اخواتي تقولوش توأم بس انا احلى طبعا. انت احلى والله. شايفه قمر قمر يا اخواتي. المهم يا جماعه اسيبكم العك والكلام الفاضي اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. انا يا جماعه ما عملتش الحاجات دي كلها والله العظيم، مش هكدب عليكم. صح يا لولو؟ ما جبتش الحاجات. انا عندي برتقال وعندي ما عنديش تفاح وما جبتش ترمس عشان انا ما عسل. صوري دول. هصور. هدي لي الحاجات اللي على الارض ده. عايزه اخد رايكم يا جماعه. لما كل واحده يروح لها ضيف ولا خالتها ولا حاجه وتطلع الحاجات دي كلها، هتخلي ده تتطلق يا ولاد. اللي تطلع كده للضيوف هتتطلق. جوزها هيطلقها والله العظيم. جوزك لو جوش الحاجات دي انا عارفه انه هيطلعك بره الدار. بالعكس ده بيقول لي طلعت المفروض لي البتاع ده الشوكولاته. بيقول لك كم البتاعه دي شوكولاته وحاجات. امك اللي عامله كحكايه حلو يا لبنى. كحك امك حلو. لبنى دي بنت حنان يا ولاد، بنت حنان اختي حنان البسيطه. هطلعي دلوقتي. جوزها قال لها انت من عالم محافظه ما عدتش تطلعي. على فكره ان العيله مش هاكل وجايه تقول السكه تعبانه، بس انا كده يا ولاد هتعب بزياده. هات معاك اسمها ايه ده هي، عشان انا مش شاربه مكان حد. هات واحده. انت عارف امك يلا يا جماعه اما اقلب اوريكم. نعم اشربي يا قلب امك. هي اطلعي تعالي حادي يا بنت. تعالي فرحي هنا اهو. بصوا البنت بنت نصر بنت اماني دورو خلتني بشرب من الازازه وجت واخدها. دراعي وجعني انا تعبانه يا ولاد لسه ولا انا بلين لسه. بس خلاص دي ازازتي هاخدها معايا وانا ماشيه، ما حدش يشرب منها. استنى ما اقلب لكم يا جماعه. خليك واعي محدش ياخد باله يا جماعه. انا بس بحكي لها على اللي حصل. اما نروحوا حته عند حد وجابوا لنا الحاجات دي هيزعلوا لو احنا ما كلناش. ايه نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه؟ نجيب كيس صباع موز تفاحه واحد ليه وواحد ليك. يعني ايه ما حق ربنا مش بصوا يا ولاد. واحد صباع ليا صباع ليا. ما انا حق هاخده في جيبي. كل واحد تفاحيه. كل واحد تفاحيه. لمي حاضر ماشي. كل واحد تفاحيه. ده عليا. حطي نوع يا بت اهو. الجوافه هي مقطعاها مش عايزه. مش طب انا هاخد السوداني. مش مهم السوداني عشان انا قاليه 4 كيلو سوداني وانا جاي. والبرتقال انا عندي في التلاج. اللي مش عندي بس ساقع ويرقص. كلي يا قلبي ايدك يا قلبي. كلي وانا اعزم عليك بيتك. كلي اوعي تقولوا عليا ساقعه وخلصي حاجه الناس. ده عيد يا جماعه وجبر الخواطر على الله. جبر الخواطر هنا فين؟ طبعا اجبري خاطر اللي يطلع لك. نضافي ما تخليش اللي يطلع حاجه ادبا ليه عشان ما عادش يتطاول ويطلع طب انا معدتي وجعانه ومش قادره اكل الشوكولاتات دي كلها. انا ما باكلش شوكولاته بالشوكولاته. انا اكلت واحده من دي الصبح بس انا ما شفتش دي يا جماعه. هاخدها. حطيت الجيلي تاني ليه؟ علشان ما يقعش. مش هتاكليه ليه يا روحي؟ اللحمه بتاعت الابله ياسمين عامله واجب في بطني. عامله واجب في بطنك. كانت حلوه. طيب خدوا كلي معانا اللحمه بتاعتنا الغدا بقى. يلا يا جماعه هنسيبكم دلوقتي عشان نروح عند غاده ونشوف احنا ان شاء الله هناكل ايه هناك. وانا مروحه هاخد الكيس معايا. ما قلتليش رايكم في النيولوك بتاعي. حلوه. وريهم استنى ايوه ايوه لف بقى برويت كده وريهم. بلاش الله التزام. قمر بجد بجد قمر. حلو. شفتوا انتوا الدبوس الحلو ده كمان عشان يغزي العين كده. خمسة عربية يا ولاد. قمر. ميرسي. اقل حاجة عندي بس بقى ما تحرجنيش انا بك يا اختي جميلة. بس بقى يا مار يا رورو. بسم الله الرحمن الرحيم. مش تكبري المعلقه شويه. طب بتاع المصنع صانعها كده. انت عارفه خالتك جايه هاتي واحده كبيره شويه. هاتي واحده معلقه كبيره. هات معلقه يا ابني من عندك وانت جاي. البيت بيتكم. ماشي بتعلم الاكل يا ابني.
يا واد يا محمد، جايبه لي معلقه ما بالله عليك وانا هاكل بيبي صغير. مش عارفه. دي حاجه دي على ما تيجي هيكون خلص. عادي، خد واحد تاني وبدلي بسرعه. بس بقى يا رورو، الله بالزحلق. طارق بالزحلق. خليك يا نهار اسود. بس بقى يا رورو، حرام عليكي يا رورو. كبيرة قوي يا لبنى. ده بتعور البق يا رورو. امال هنصور ايه؟ كنت بقى مجهزة كده طاجن للغدا علشان طبعا طالعين رمضان وكل الناس بتجهز كده اكل للعيد، فانا حبيت اعمل حاجة بسيطة وفي نفس الوقت تكون ايه خفيفة، يعني ما تكونش بقى لحوم ورز وحاجات من دي. طبعا عارفين يوم العيد ده طول اليوم بيبقى الولاد بره وقليل لما حد بيجي. كنت جايبة كيلو لحمة، حطيت معلقة سمنة صغيرة كده في الطاسة وكنت مقطعاه قطع صغيرة. انا متعمدة اقطعه قطع صغيرة مخصوص عشان حابة كده ايه اشوحه على النار. عايزة افكركم باللايك لان من اول الفيديو ما قلتلكمش ولا صلوا على الرسول المصطفى في كومنت ولا حطولي لايك. حطولي لايك لو سمحتوا عشان ترفعوا الفيديو. كل سنة وانتم طيبين وربنا يجازيكم عني خير الجزاء يا رب، اللهم امين. طبعا هنحطها ونسيبها تتشوح كويس وبعدين نبدأ نقلب فيها. بصوا يا جماعة، عايزة اقول لكم ان اكتر حاجة بتضحكني وبتبسطني وبتديني طاقة ايجابية ان انا اخرج من البيت واكون مع حد من اخواتي او من ولاد اخواتي. بحس كده براحة نفسية وبحس اني رجعت 20 سنة لورا. يعني انا لما كنت عند لبنى بنت اختي وكنت ماشية مع رورو ومع ابني، كنا يوم العيد طبعا امبارح كل سنة وانتم طيبين، كنت حاسة ان انا صغرت 20 سنة. بحس ان انا عشت السن اللي هم عايشينه، بحس ان انا قدهم، فبضحك من قلبي وببقى مبسوطة وببقى سعيدة. بصوا بقى يا جماعة، بعد اللحمة ما اتشوحت كويس مخرطة كده حوالي من ازيد من النص كيلو بصل من الابيض ده. هنبدأ بقى نحطه ننزله عليها ونسيبه كده يتشوح لحد ما يدبل كويس او ساعات يختفي على حسب اللحمة بتاعتك بقى، لو لسه فيها سوائل او ما فيهاش. الطاجن ده حلو قوي قوي قوي. كنا بنعمله بقى ايه للفطار، زي كباب الحلة كده يا جماعة، بنعمله للفطار بتاع يوم العيد. بس انا ايه قلت اللي حابب يفطر منه يفطر واللي مش حابب يبقى فيه حاجة في البيت موجودة. وطبعا انتوا عارفين ان انا كنت خابزة كوماج امبارح، فبيبقى بقى مع الكوماج او مع العيش القمح او الحاجات دي بيبقى سهل كده وبيبقى حلو وخفيف على المعدة، مش تقيل قوي زي الرز والحاجات دي. عشان انتوا عارفين طبعا ان احنا طالعين من صيام ومش هينفع ناكل اكل كتير اول يوم العيد وتاني يوم والحاجات دي. وطبعا هندخل على صيام الست البيض. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يقوينا ويقويكم. زي ما انتوا شايفين البصلة كده خلاص بدأت تدبل اهيت. انا قلبتها كويس لحد ما دبلت كويس. عايزة فيه بقى في المرحلة دي ممكن تسيبيها على ما هي كده وتبقى تدبليها كويس وتسويها على الهادي وتاكليها بنفس الطريقة. وفي بقى هتزوديها حاجة تانية بس بعد ما نحط شوية البهارات. حطيت بقى توم بودر وحطيت رشة من السبع بهارات وحطيت فلفل اسود وعندي بهارات لحمة وبهارات مشكلة. حطيت يعني شوية بهارات وشوية حبهان، ولو في ورق لورا هتحط. زي ما قلت لك عايزة تقلبيها بقى وتسيبيها تستوي خالص تمام. مش عايزة تقلبيها وعايزة تزوديها هتزوديها بقى ايه شوية الطماطم اللي هم اللي ايه المفرومين دولت. الطماطم دولت هيعملوا لك صوص حلو قوي 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 وهيدوا لك طعم جميل قوي. وكمان هيخلوا لو انت حابه بقى تاكلي معاها مكرونه، حابه تاكلي معاها عيش. بصراحه انا بحب الحاجات النواشف ديت مع العيش. عايزه اشكركم كلكم على كل اللي دخل وعيد عليا وعلى اللي كلمني على التليفون. بصوا بقت بقت جميله ازاي. هنسيبها بقى لحد ما تتشوح خالص وتسرد كل الدهون اللي فيها وتبدأ بقى في التسوية كويس عشان خاطر نبقى عرفنا ان هي كده ايه استوت. عايزاكم تقولوا لي اتغديتوا ايه بقى يوم العيد وخرجتوا ولا ما خرجتوش. انا بصراحة رحت عيدت على ولاد اخواتي البنات
متعودة كل سنة، مع ان انا الكبيرة المفروض هما اللي يجوا يعيدوا عليا، بس طبعا انا متعودة على ان انا اروح اكبر خاطرهم في بيوتهم. يعني بصي، دخلتك على البنت في اهل جوزها بيبقى شرف ليها. فانا متعودة على كده كل سنة، بحب اروح اكبر خاطرهم واعيد عليهم واديهم العيديات. بحب ادي البنات المتجوزين وبدي ولادهم. ربنا يديمها نعمة عليا يا رب، وافضل العادة ديت متعودة عليها للعمر كله، وافضل اراضي الجميع يا رب. عايزة اقول لكم ده بقى بعد ما رحت عيدت وخلصت وجيت. الكلام ده انا كنت عاملاه ليلة العيد، لكن الحركة اللي انا عملتها دلوقتي ديت بعد ما عيدنا بقى وجينا حوالي على الظهر كده، قلت بقى ايه، اجي احطه في الطاجن وازقه في الفرن بقى شويه. هنا كنت بتعملي ايه يا ام رحاب؟ كنت بحوش شويه صغيرين عشان اكل بهم قرصه يا جماعه، كنت جوعت وعايزه اكل قرصه واحده بس، فطلعت قطعتين صغيرين بمعلقتين صوص كده عشان افطر بقى بيهم. اللهم صل على سيدنا محمد كامل النور. دخلنا الطاجن الفرن واخد شويه حوالي من ربع ساعه او نص ساعه كده على ما اكلت طيوري وطلعته. كان احلى طاجن وكان احلى يوم عيد وكانت احلى متابعين واجمل يوم. ربنا يعيده علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات يا رب، اللهم امين. لو وصلتوا لحد هنا يبقى دعوة حلوة كده من القلب من دعواتكم الجميلة. وكمان ما تنسوش اللايك للفيديو عشان ترفعوا الفيديوهات. كل سنة وانتم طيبين، بحبكم في الله.